السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. اليوم جيت لكم بوصفة رائعة جدا. هذه الوصفة خاصة بالناس اللي راهم يعانوا من البطن المتدلي أو الكرش البارزة أو كذلك السمنة المفرطة. هذه الوصفة راح تخلصنا من الكرش وتعطيك بطن مسطح وجميل جدا، وكذلك تخلصنا من الترهلات الموجودة في الجسم تاعك. الكثير من الناس يعانوا من هذا المشكل. على هذاك اليوم قررت ندير لهم هذا التدبيرة وهذه الوصفة الرائعة والجميلة والمجربة. ولكن قبل ما نبداو نتمنى كل واحد دخل عندي جديد القناة ان يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظة تنزيل الفيديو الجديد. أول مكون في هذا الوصفة اللي هو الماء الغازي أو الماء المعدني. احنا عندنا في الجزائر نقول له مزايا. هذا الماء عادي ويجي فيه الغاز، يعني يجي غازي، تقدروا تسيبوه في المحلات قولهم ماء الغازي، ولا لو كنتوا في الجزائر قولوا مزايا راح توجدوها. احنا نستعملوها الكثير في رمضان. هذه المزايا عندها فوائد كثيرة وفي التنحيف وكذلك التخلص من البطن. أول فائدة واللي هي التخلص من الدهون المتراكمة في البطن وكذلك في جميع أنحاء الجسم. وكذلك زيادة الشعور بالشبع، يعني تحسي روحك شبعتي بعد ما تشربي هذا المحلول أو هذا الماء المعدني. على هذاك راح تخليكم تقللنا من كميات الاستهلاك، يعني تقللنا من كميات الطعام اللي نستهلكوها عند شرب هذا الماء المعدني، وكذلك يقلل لنا من الخطر الإصابة بالأمراض القلب. هذا المحلول عنده فائدة كبيرة جدا، تقدروا تبحثوا عليها هذه المعلومة. وكذلك يخفف لنا من بعض المشاكل الهضمية. الكثير من الأشخاص الذي يعانون من الإمساك قد يلاحظون عند شرب هذا الماء الغازي تحسن في أعراضهم عند شربهم للمياه الغازية، كما أشارت بعض الأدلة إلا أنها يمكن أن تخفف من أعراض عسر الهضم وآلام المعدة كذلك. كذلك شرب يساعدنا على شرب كمية كبيرة من الماء. كما تعرفوا أن الماء كي نشربوا كمية من الماء راح ينحف الإنسان، يعني الماء كي نشربوا الماء بزاف راح نتخلصوا من الدهون المتراكمة في الجسم تاعنا وكذلك من البطن. مساعدة على فقدان الوزن، وهو الفائدة الأساسية في هذه الوصفة تاعنا تاع اليوم. كما تعرفوا أن الماء الغازي يساعدنا على فقدان الوزن. هنستعمل هذا الماء الغازي، راح نضع في كأس، يعني نضع كمية معتبرة في كأس هنا تقريبا. الكأس تاعنا يكون هكذا، ما يكونش مملوء مليح، يعني كاس كل ربع إلا ربع. نرجعوا للمكون الثاني واللي هو الليمون. الليمون مفيد جدا للتنحيف. كما تعرفوا أن الليمون فيه فيتامين سي وفيتامين جي. على هذاك يعني فيتامين جي على هذاك ينقص لنا من الجسم تاعنا. الفوائد تاعه كبيرة بزاف. الليمون كثير منا يستعملوه في القضاء على الدهون المتراكمة في الجسم تاعنا. كما كاين هنا مثال راح نقولها لكم، يعني عندنا مثال كان 15 غرام من عصير الليمون يحتوي على 6 ملغ من الفيتامين جي. على هذاك الليمون راح ينقص لنا من الجسم تاعنا. شوفوا شحال الفائدة تاعها كبيرة. كذلك أن كاين دراسات أشارت على أن العلاقة بين الوزن الجسم وكمية فيتامين جي المتناولة عكسية، أي أن خسارة الوزن تزيد كلما كان تناولنا مصدر يعني فيتامين جي، والليمون يحتوي على الفيتامين جي. على هذاك راح تستعملوا الليمون في التنحيف، ويعني ما تكونش وصفات التنحيف وما يكونش فيها الليمون. راح نستعمل نصف حبة ليمون
راح نعصروها، نعصر نصف الحبة تاعنا تاع الليمون. بعد ما نعصرها جيدا راح نرميها في الكاس تاعنا، راح نضعها كامل في الكاس تاعنا هكذا. راح نضيفها في الكاس، بعد نخليها تنقع مليح في هذيك الموزاية تاعنا ولا الماء الغازي. نرجعوا للمكون الثالث واللي هو الزنجبيل. انا استعمل زنجبيل بودره، اللي ما عندها زنجبيل بودره تقدر تستعمل الزنجبيل العادي الاخضر. للزنجبيل فوائد كثيره في التنحيف. الزنجبيل يعمل على حرق الدهون بدرجه كبيره، وكذلك نعرف ان الزنجبيل عندها فوائد كبيره للصحه تاع الجسم تاع الانسان. على هذاك كي تشرب الزنجبيل كأنك عملت رياضة، يعني الزنجبيل في مكان أنك تعمل رياضة. على هذاك هذا الزنجبيل نستعملوه في التنحيف، هو يعمل على نحت الجسم تاعنا، يعني كل مكان فيه الدهون راح يحرقه ويخلي لنا الجسم تاعنا بشكل أنيق وجميل جدا. راح نضيف منه يعني ربع ملعقة صغيرة، ما تكثرش منه بزاف، ربع ملعقة صغيرة تكفي في كأس إلا ربع من الموزاية تاعنا ولا الماء الغازي. الآن نبدأ نخلط جيدا في هذا المحلول اللي مشروب اللي عملناه، مفيد جدا للتنحيف، خاصة الناس اللي راهي تعاني من السمنة المفرطة جدا. هاد السمنة راح نعطيكم لها نصائح اليوم، نعطيكم بعض النصائح للتخلص من السمنة. هذا المشروب احنا عملناه للناس اللي تعاني من البطن البارز جدا. الناس اللي تعاني من البطن البارز يجب عليها باش تشرب هذا المشروب. هذا المشروب صحي وعادي، ما فيه حتى حاجة اللي تخافوا منها ولا تضركم، إلا كان فيكم القولون اللي عندها القولون العصبي. ما تقدرش تستعمل الماء الغازي هنا، تقدري تستعملي ماء عادي فقط، يعني استعملي ماء عادي تاعنا، ماء سعيدة اللي نشربوه، ماء معدني، واستعملي نفس الكمية اللي درناها. اما بالنسبة للناس اللي ما تعانيش من القولون العصبي تقدر تستعمل هذا المكونات كما راهي مفيدة جدا وجميلة. هذا المشروب شباب بزاف، عنده فوائد كبيرة. نرجع الآن لطريقة استعمال. بالنسبة لطريقة استعمال هذا المشروب نستعملوه في الصباح، يعني على الريق تشربي نصف كأس، هذا نص تاع المحلول هذا المشروب هذا اللي عملناه، وتخلي النص تاعه تحتفظي به في الثلاجة. كي تبغي ترقدي يعني الافضل يكون 11 تاع الليل هكذا باش تخدم مليح فيك هاد المكونات. قبل النوم شربي الكاس الثاني، وتستعملي هذه الوصفة يوميا. اللي ما يقدرش يستعملها يعني يوميا جهد المحلول ما قدرش يشربه، يعني ما يتحملهاش بزاف، يقدر يدير نهار بنهار، يعني يوم بيوم، يوم تشربي يوم لا، يعني تشربي واحد الصباح واحد نص صباح ونص عشيه حتى تتحصلي على النتيجه. ما راحش توقفي، لازم مداومه باش تعطيكم نتيجه رائعه جدا. ننصحكم باش ديروا. بالنسبه للناس اللي تعاني من السمنه وما صابت لهاش حل، راح نقدم لكم بعض النصائح لعلها تفيدكم في حياتكم اليوميه او تفيدكم في انقاص الوزن. هاد النصائح راح نزيدوها لهذا المشروب اللي درناه اليوم. اول نصيحه راح ننصحكم بها، وهي لازم تقلوا من الاكله اللي فيها الدهن، دهنيات كاللحوم والمشتقات الحليب، يعني كل الاكله فيها دهون يعني لازم تبتعدوا عليها. وكذلك لازم تاكلوا الطعام اللي يحتوي على الخضر، يعني لازم يكون الخضر من أشهر الخضر اللي تساعدنا في التخسيس هي الخيار، الطماطم والجزر، الملفوف يعني الكرنب عندنا، وإلى ذلك السلطة، يعني السلطة الخضراء راح تساعدكم على تنحيف الجسم تاعكم، يعني راح تساعدكم باش تنقصوا من الوزن وتحرق لنا هذيك الدهون، وخاصة البصل.
وكذلك لازم تاكلوا الطعام تاعكم ببطء، ما تاكلوش بالزربه، اللي ياكلوا بالخف يصابوا بالسمنه. المعروف ان الناس اللي تاكل بسرعه عندها افراط في السمنه في الجسم تاعها، يعني فيها دهون كبيره. ولا كي تاكلي بالبطء راح تعمل على يعني هذاك الاكل بالبطء راح تخليك انك تشعري بلي انك شبعتي، خلاص ما غاديش تزيدي تاكلي. هكذاك تقعدي تاكلي بعد واحد 20 دقيقه وانت تاكلي غير بشويه وبالعقل حتى تحسي روحك صاي خلاص شبعتي. الا كليتي بزرمه ما راحش تحسي روحك بلي شبعتي. وكذلك كاين نصيحة يعني شرب الشاي الأخضر وابتعاد على الكافيين، يعني أي حاجة كما القهوة ولا أي حاجة تحتوي على الكافيين نبعدوا عليها. تقدروا تشربوا اللاتاي يعني الشاي الأخضر في بلاصة القهوة تاع صباح والقهوة تاع عشية. كذلك لازم نقصوا من اللي عندهم انتفاخ بالبطن تاعهم، والبطن تاعهم بارز بزاف، ماشي يعني ترهلات، هذوك ترهلات دهون. اما احنا نتحدثوا الان على الناس اللي تعاني من انتفاخ تاع البطن، يعني البطن تاعهم تكون يابسه وبارزه بزاف. لازم ينقصوا او عدم تناول المشروبات الغازيه، يعني المشروبات الغازيه كامل تبتعدوا عليها. وكاين نصيحة مهمة جدا، هذه النصيحة لازم كامل ماشي غير الناس اللي تعاني من السمنة. هنايا راح نقصوا من سبب يعني إصابة بالسمنة. يعني هنايا لازم تكون هذه النصيحة كديروا بها الناس اللي راهي باغية تحافظ على لاطاي تاعها، يعني تكون دايما شابة ورشيقة. لازم تناول الماء، يعني الماء لازم تتناولوا كثير من الماء في اليوم الواحد. كل ما تدخلي الكوزينه تاعك شربي كاس تاع ماء، يعني وين ما تفوتي على الماء شربي كاس تاع ذاك الماء، راح يفيدك بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي قاعده في البيت، بالنسبه لي مش قاعده في البيت تقدر ترافق الماء معك والماء كنتي على هذاك ان نعرفوا باللي الماء مفيد جدا ويحسك تحسي بالرشاقه كي تشربي الماء بزاف. هادو هما النصائح تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله غير تكونوا فدتكم في هذه النصائح، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وما تنساوش تخلوا لنا لايك الفيديو بالنسبه للناس اللي عجبتها الفيديو تاعنا تاع اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.